الله ازيك يا يخليك. مؤمن، اخبارك ايه؟ شكرا يا حبيبي. حبيبي الله أنا يخليك. الحمد لله تمام. الله يخليك. يعني انت من اللعيبه الحقيقه اللي ليك في الاهلي وليك في الزمالك. طبعا. لا وبعدين انا اللي جايبه الزمالك. مؤمن مؤمن. لعيب كبير لا الحقيقه. معلش انا يمكن هستأذن بس مؤمن واستأذنكم. انا يعني مستغرب في لعيبه على مستوى عالي جدا في الاداء، مستوى عالي جدا في الاداء وهدافه، وزي ما الكابتن حلمي بيقول مستوعبه قوي التكتيك اللي بيتلعب بيه او اسلوب اللعب اللي هيتلعب بيه. ما في لعيبه خبرات، وكل معظم الانديه يا كابتن سيف في مصر، كل الانديه في مصر بتلعب بسيستم واحد وبتكتيك واحد. مين في مصر ما بيلعبش 4 2 3 1؟ مين في مصر ما بيلعبش 4 3 3 او 4 3 2 1 المسميات؟ لا بتسمي. ولكن في ناس عندها القدره على التنفيذ داخل الملعب، واحد زي مؤمن زكريا. مؤمن زكريا عنده القدره على التنفيذ لانه هجومي، بيقدر يشغل مركز راس الحربه في تحرك راس الحربه العرضي وبيسجل. عنده دور دفاعي هايل، بيقوم بدور دفاعي هايل، فليه يستبعد؟ وعنده ميزه هنا علامات استفهام. عنده السرعه، عنصر السرعه ده عنصر مهم السرعه جدا جدا. يعني علامات استفهام. واحد تاني برضو حسام باولو ما هو هداف، يعني هداف وهداف دوري وهداف، ولكن هنا احنا بنقول ان حق اصيل فعلا للجهاز الفني يختار زي ما هو عايز. طب هو وجهه نظرك يا مؤمن؟ لا بص يا كابتن، انا بحترم الجهاز الفني. انا لعيب يعني في اي وقت المنتخب يطلبني ابقى موجود. انا بمثل منتخب بلدي كبير، بتسعد الواحد، والواحد بيأدي في النادي وبيعمل اللي عليه وبيعمل كل ده في النادي عشان يمثل منتخب بلده. طبعا انا بقول التوفيق لزمايلي والجهاز، ده حلم المصريين مش حلم انا بس، وبتمنى لهم التوفيق. يعني انا مش موجود الفتره دي، ممكن ما بقاش موجود. ان شاء الله الفتره الجايه ابقى موجود، اعمل كويسه ان شاء الله ان انا ابقى موجود الفتره الجايه، ودي حاجه ما تقللش مني. الحمد لله انا عارف الضغط كويس وملتزم مع النادي واتمنى التوفيق لزمايلي يعني. هل حد كلمك من المنتخب قبل اعلان القائمه؟ هل حد قال لك ان مش هيكون معانا الفتره دي؟ لا خالص. ما حدش كلمك؟ او حتى بعد اعلان القائمه ما حدش كلمك؟ لا خالص. طيب هل انت عندك يعني هدوء؟ انا شايف تصريحاتك محترمه الحقيقه ومعتدله بشكل كبير جدا. هل انت عندك اي تصريحات فيها مثلا مضايقه، صرحت اي حاجه، ولا التزمت الهدوء والصمت وتحت امر المنتخب في الفتره الجايه في اي وقت؟ لا بص يا كابتن سيف، انا من عادتي، يمكن كابتن فاتح عارفني او كابتن حلمي، عادتي ان انا ما بتكلمش، يعني ما بتكلمش خالص. انا ليا شغل في الملعب، هو مدير فني ليه حريه الاختيار، هو شايف وجهه نظره تحترم. انا من عادتي ان انا ما بتكلمش، اصلا انا اتكلمت زي ما اتكلمتش، مش هتقلل مني ولا هتزودني. فانا يعني من النوع اللي ما بتكلمش، ما بقاش بركز في شغلي بس. ما احبش مثلا اخش في جدال مع حد، ولا حد يقول لي لا انت ما خدتكش ليه وخدتك ليه. لا، انا بحترم وجهه نظر الجهاز الفني، وزي ما قلت لك يا كابتن انا قليل الكلام اصلا، يعني مش بتكلم خلاص. انت في المنتخب العسكري دلوقتي يا مؤمن؟ انا متواجد في المنتخب العسكري. طيب على المستوى المحلي، كان معايا كابتن مجدي عبد الغني من فتره على الهوا، وقال لي ان انت كان في حديث معاه وقلت له انا محتاج اجيب جون عشان ارجع معنويا تاني بشكل قوي. فعلا انا قابلت كابتن مجدي في النادي وكان بيتكلم معايا، انت مالك، انت من النوع لو ما بتفرق مع الفرقه. فقلت له يا كابتن يعني ظروف ان في فتره مثلا ما بتقدرش تجيب اجوان، وده يعني انا مش بعيد قوي، يعني انا لسه اخر جون كنت جايبه في الكاس، وبعد كده اول جون جبته في الماتش اللي فات في وادي دجله، بتاع وادي دجله. فاللي هو مش بعيد قوي. فانا قلت له انا يعني هي بتيجي جون وربنا بيكرمك بعديها. وانا قلت له اصل حاجه هنا في مصر يعني في حاجه غريبه، بيقيموا بالاجوان. طب انت ممكن تبقى قد كويس وتوصل كويس، اصل انا ما بلعبش لعبه فرديه، انا بلعب لعبه جماعيه. صح. فاهم حد واحد يكسب، يعني واحد يجيب جون، بس اهم حاجه الفرقه تكسب. صح. اتفضل يا كابتن. لا انا بسالك يا مؤمن يعني، ولازم تكون صريح جدا في التساؤل اللي انا اساله لك. هل فعلا في حاجه بينك وبين الجهاز الفني للمنتخب هو اللي ادى الى استبعادك؟ يعني خليك صريح عشان الناس تعرف، عشان يبقى عندها النهارده ان كيفيه النهارده ان مؤمن زكريا من اللعيبه كويسه جدا اللي بينفذ واجبات هجوميه ودفاعيه وسكورر، ليه مستبعد؟ لازم الناس تبقى عارفه. هل في حاجه بينك حصلت في الفتره السابقه زي ما قرينا وزي ما تابعنا في الفتره السابقه بينك وبين جهاز المنتخب؟ بالنسبه لي انا يا كابتن فتحي مفيش حاجه خالص، يعني بالنسبه لي انا كمؤمن مفيش حاجه عملتها تضر حد ولا، بس انا يعني لما مثلا حد بيكلمني انت مستبعد فنيا. هل بتدي ايحاء في تشكيله المنتخب الاساسيه لما بيجي يلعب مباراه ان انت بتبقى
متضايق زعلان، بتبقى تعابير وشك باينه. هل هذه لا. الامور بتؤدي ان الجهاز الفني بياخد النهارده صوره عن مؤمن ان هو النهارده بيغضب بيزعل الكلام ده؟ لا بص يا كابتن، انا من نوع، انا يعني في النادي انت ممكن تعمل كده بتزعل لان دي فرقه، لكن المنتخب ده بياخد احسن عناصر. فانت ان انت بتواجد في المنتخب دي بقى حاجه كويسه ليه؟ تلعب ولا ما تلعبش دي مش بتاعت مدير فني. صح. يعني انا من عادتي انا ما ولا بس وما بركز زي ما قلت لحضرتك، بركز في شغلي وربنا يكرم الفتره الجايه ويكرم المنتخب ان شاء الله. وما تركزش، وهو ده الافضل، وخليك في شغلك وركز في شغلك، وانت نجم من نجوم النادي الاهلي وتتالق مع الاهلي وترجع تاني المنتخب ان شاء الله، واحيانا تنضم المنتخب واحيانا لا، ولكن رد الفعل الطبيعي اللي انت عامله ده. ربنا يوفقك ان شاء الله واللي جاي افضل. حبيبي يا كابتن. ربنا يخليك، بشكرك يا مؤمن، بشكرك يا حبيبي، حبيبي. شكرا.